السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني الكرام، نديرو اخبار محترفين المغاربة في الدوريات الاوروبية، وغنهضروا على المنتخب المغربي ووصوله الى قطر استعدادا لكأس العالم ان شاء الله. وغنهضروا على المحترفين المغاربة كل من اشرف حكيمي، امين حارس، بلال اخنس، سفيان امرابط، يوسف النصيري، ايوب الكعبي. وغنهضروا على سفيان بوفال، وكذلك غنهضروا على زكريا ابو خلال. وغنبداو مع اشرف حكيمي اللي دار مباراة في المستوى العالي مع فريق باريس سان جيرمان وسجل هدف، وربحوا المباراة بخمسة الأهداف لصفر. التقييم ديالو في المباراة كان هو 8.1، ولعب المباراة كاملة. بالنسبة لأمين حارس والإصابة الخطيرة اللي تعرض ليها، كنتمناو ما تكونش عنده شي إصابة خطيرة الصراحة، كما شفنا في المباراة إصابة تعرض لها خطيرة، وكنتمناو ما تكونش عنده شي إصابة خطيرة. فريق مارسيليا ربحوا المباراة بثلاثة الأهداف مقابل هدفين، وكنتمناو ما تكونش عنده شي إصابة خطيرة ويكون حاضر في المونديال، لعب في المستوى العالي. بالنسبة لسفيان أمرابط، فريق فيورنتينا خسر المباراة مع فريق ميلان بهدفين مقابل هدف. سفيان امرابط لعب مباراة كاملة ما شاء الله تبارك الله. التقييم ديالو في المباراة كان هو 7.1، ولعب مباراة كبيرة، وكنتمناو له التوفيق مع المنتخب ان شاء الله. بالنسبة لبلال اخنوس، فريق جينكا البلجيكي ربحوا المباراة بهدفين لصفر، يعني قدم مباراة في المستوى العالي. بلال اخنوس خرج في الدقيقة 73 من المباراة، يعني قدم مباراة في المستوى ما شاء الله تبارك الله. الشاب كيقدم مباريات بهذه القمه وفي هذا العمر هذا، كنتمناو له التوفيق. التقييم ديالو كان هو 7.2. بالنسبه ليوسف النصيري، لعب المباراه كامله مع فريقه اشبيليا وربحوا المباراه بهدفين لصفر. شناه لعب في كاس ملك اسبانيا وما سجلش في هذه المباراه، رغم ما سجلش قدم مباراه في المستوى. التقييم ديالو كان هو 6.7، ولعب 90 دقيقه. بالنسبه لايوب الكعبي، سجل الهدف الواحد لفريقه وربحوا المباراة بهدف لصفر. واخا ما كانش مع المنتخب، كنتمناو له التوفيق ايوب الكعبي مع فريقه، وكنتمناو له صراحه ايوب الكعبي لعب في المستوى، لعب 90 دقيقه في المباراه. التقييم ديالو كان هو 7.8، وكنتمناو له التوفيق. بالنسبه لزكريا بوخلال، غيلتحق ببعثه المنتخب المغربي في قطر، وتما غيشرف عليه الدكتور هيفتي، وغيشوف الاصابه ديالو من عدمها واش غيكون مع المنتخب ام لا، وكنتمناو له الشفاء العاجل ويكون جاهز مع المنتخب. بالنسبه لسفيان بوفال، الاصابه ديالو ماشي خطيره، وغيكون حاضر مع المنتخب في المباراه الاولى ان شاء الله باذن الله، وكنتمناو له الشفاء العاجل ويكون جاهز بدنيا مع المنتخب. ولاعب كما كنقولوا بهذا المعنى الكلمه كيمرض ليا بنادم، وهو خصو يكون ضروري في الخطه ديال الوالد الركراكي. بالنسبه للمنتخب، وصل للديار القطريه، وكما شفتوا هذه الصور ديالهم، وصلوا شنا الجماهير تلقاو المنتخب المغربي، وكانت فرحه كبيره، وكنتمناو صراحه يفرحونا في هذا المونديال. وشنا صراحه كما شفنا البعثه، كما شفنا كيبان لك كلشي محمس، وكنتمناو لهم التوفيق. بالنسبه للاعبين، هذو هما اللاعبين اللي حاضرين. بالنسبه لعز الدين أناحي حتى هو حاضر بالاصابه اللي كانت عنده في الانف وفي الظهر، وكنتمناو له يكون جاهز بدنيا مع المنتخب باذن الله. وكنتمناو للعابه ديالنا غير التوفيق في هذه المباراه هذه. صراحه الشعور بلا تعبير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كان معكم محمد.